خلاص الاهلي بيبلع بيراميدز تاني بطوله يبلعها البيراميدز ويكسبوا فيها كاس وبعديها سوبر. البس يا عم بيراميدز البس. والزمالك لو كان موجود برده كان هيتهزم، كان هيحصل فيه زي ما حصل مع بيراميدز. السبب الاول والاخير بعد ربنا في الفوز ده للاهلي هو الشناوي الصراحه يا جدعان ماتش مش طبيعي. الشناوي هو المنقذ الاول والاخير للاهلي في الماتش ده، هو السبب الاول والاخير للاهلي ان هو يطلع من غير بشباك نظيفه ويكسب كمان بعد ربنا الشناوي، وكمان في انقاذ لحمدي فتحي ما نسيتوش ما تقلقش. ثالث حاجه الواحد عايز يتكلم فيها دخول رمضان صبحي لنص الملعب ريحنا كتير فشخ ان هو يدخل رمضان صبحي لنص الملعب. رمضان في نص الملعب مش زي الاطراف، ان هو خلى الواد ابراهيم عادل على الطرف وخلى رمضان صبحي هو اللي في نص الملعب وهو اللي يصنع الفارق زي رقم 10. ده ريحنا كتير وما بداش كمان لا تتراوي ده برضه ريحنا اكتر واكتر. فشكرا عم باتشيكو، مش عارفين نشكرك منين ولا منين. وكل ما نقابلك هنديك على فاك نفس الفرقه كل هي كل ما نقابلها هنديها على فاهم، ما تقلقش في اي بطوله. يا عم باتشيكو شكرا، كمل معانا كمل مع بيراميدز دي كمان 4-5 مواسم بالله عليك، عشان احنا كل ما انت موجود انت وش كويس علينا. وكمان مش عارف الشيمي ماله عامل فيها اكرم توفيق لايت لكده. هو بيحزق ما بيلعبش كوره، هو بيحزق ما بيلعبش كوره وعامل الشورت وعامل التيشيرت زي اكرم توفيق، بس اكرم توفيق لايت ان انت ولا تقريبا ربع اكرم توفيق، لا بس هو اكرم توفيق لايت فشخ يعني. مؤفر بطريقه مش طبيعيه، وهو يعني ابيض يعني اللعيب كويس، هو لعيب كويس وهجوميا حلو قوي، بس انت مزوده اكتر من اللزوم، امانه مزوده اكتر من اللزوم. وحركه ما تطلعش من لعيب محترف طلعت منك مش عارف ازاي. المهم ان مبروك للاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي. ابلع يا بيراميدز ابلع يا طموح، كده اخر موسم ليك، فمع السلامه.